بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ نشرح في أي توبيك، قبل ما نبدأ نشرح في التلنت والاس اس اتش ونخش ادفانسد شوية الفيلانات ونخش ادفانسد أكتر إن إحنا نعمل او اس بي اف وراوتنج بروتوكولز و وغيره، لازم تعرف البيزك كونفيجريشن اللي المفروض تكون عندك على السويتش أو على النتورك إيليمنت اللي عندك سواء كان سويتش أو راوتر. تمام؟ ليه؟ طب ليه لازم بيزك كونفيجريشن؟ ما هو مش منطقي ان انا دلوقتي جالي سويتش جديد هيبقى نتورك اليمنت عندي، ان انا اروح مطلع السويتش من الكرتونه اوصله في النتورك عندي ويبدا اعمله فيلانات واي بي هات طب اسم السويتش ايه؟ طب الباسورد اللي على السويتش هو كده اي حد معدي يقدر يخش على السويتش؟ هو ده البيزك كونفيجريشن اللي المفروض تكون على السويتش عندك، حتى لو ما عندكش غير السويتش ده. يعني حتى لو انت مكتب صغير ومحتاج هو سويتش هيجمع الناس كلها، برضو لازم يكون عندك بيزك كونفيجريشن. طيب، احنا هنفترض مثلا ان انا السويتش ده لسه جاي لي حالا، بدات اطلعه من الكرتونه، هبدا اديله البيزك كونفيجريشن، اكني وصلت كابل الباور بتاعه وبدا يقوم معايا. طبعا ده فيرتشوال انفايرمنت، ففي الفيرتشوال انفايرمنت عندك هيقوم على طول. يعني لو دخلنا على دوسنا على السويتش كده هيبدا يقوم يقب، بس هو في الريل انفايرمنت مش هيبدا يقب بالسرعه دي، هياخد له من 3 ل 5 دقائق مثلا ان هو يبدا الفيرست ستارت اب بتاعته، يبدا يديتكت ايه الانترفيسز اللي اب ايه الانترفيسز اللي داون. اول ما سويتش هيكون اب معاك بالشكل ده هيفتح لك المود ده. ايه المود ده؟ المود ده اسمه اليوزر مود. اليوزر مود ده ممكن نسميه بريفليج 1، اقل حاجه في الكونفيجريشن او اقل مود تقدر تشتغل عليه. ده تقدر تعمل من عليه اس اس اتش، نتلنت، نشوف فيرجن لو انا عايز اشوف الفيرجن بتاعت السويتش بتاعتي، نبنج على اي بي معين، بريفليج محدوده. بعد كده ممكن نخش على البريفليج مود اللي هو ندوس انيبل، نكتب انيبل، او ممكن نكتب اي ان بس. نشوف برضو كده، ممكن نكتب اي ان بس هيدخلك برضو، وممكن تكتب اي ان وبعد كده تدوس تاب هو هيكملها لك، تدوس انتر دخلك على البريفليج مود ده. ايه المود ده؟ المود ده برضو شو، وممكن في بعض الاوامر البسيطه زي الكلوك ان انت تظبط له الساعه او حاجه. بس هنا ادفانسد في الشو اكتر، تقدر تشو الراننج كونفيجريشن، تشو الفيلانات، نشو ادفانسد اكتر من الاولاني. طيب، ايه المود لو احنا عاوزين بقى نبدا نكونفيجر، نعمل كونفيجريشن زي ان احنا نديله اسم؟ خش على كونفيجر تيرمينال، احنا قلنا هندوس تي، تاب هو هيكمل الجمله على طول، او ممكن نقول له ايه، كونف تي على طول، هو هيفهم. طيب، احنا دلوقتي زي ما قلنا لازم يكون في بيزك كونفيجريشن. ليه لازم يكون في بيزك كونفيجريشن؟ انا دلوقتي عندي يا عم سويتشات كتير، عندي سويتش ده وسويتش ده وسويتش هنا وسويتش هنا. طيب، قال لك السويتش داون، انهي سويتش اللي وقع؟ في انهي ديبارتمنت؟ بتاع الاتش ار، بتاع الحسابات، بتاع الكافيتيريا؟ طب في انهي مبنى لو انا النتورك عندي اكبر؟ بيلدينج 4، بيلدينج 3؟ فانت لازم تدي اسم يوصف السويتش عشان تفهم ايه اللي واقع. فاحنا هنسميه، ولنفترض ان السويتش ده يتحط في الاتش ار. بنسمي السويتش ازاي؟ هوست نيم. بص مفيش، اكتب هوست ان دوس تاب هيكمل لك هو الكوماند على طول. هوست نيم هنسميه اتش ار، بقى اسمه اتش ار. طيب، شفت انا رحت عامل ايه؟ رحت خلاص طلعت السويتش من الكرتونه، حطيت كابل الكونسول بتاعي كونفيجريشن، دخلت على الكونفيجريشن. طب ده طبيعي؟ لا طبعا، ده مش منطقي. مش منطقي ان اي حد معدي يروح حاطط كابل الكونسول بتاعه ويكونفيجر بقى ويعمل ريلود او يعمل شات داون للسويتش، يعمل ما بداله. مش منطقي. احنا لازم نأمن بورت الكونسول ده. طب نأمن البورت بتاع الكونسول ده ازاي؟ بص يا سيدي، اقول له لاين كونسول زيرو، خش لي يا عم على اللاين كونسول زيرو، خش لي على البورت بتاعت الكونسول. عاوز ايه يا عم من البورت بتاعت الكونسول؟ يا عم انا عايز راجل، عايز اعمل لها باسورد. طيب، هنقول له يا عم باسورد، دوس تاب، اكتب باسورد دوس تاب، هنسميه مثلا 1 2 3. اوبا، فين في حالة اللوجن؟ بص، في حالتين، في عندي لوجن وفي عندي لوجن لوكال. هقول لك الفرق ما بينهم، بس
سريعا كده اللوجن انا هنا بديله باسورد معين يلوجن بيه. لو كتبت له لوجن لوكال انا مش هكتب باسورد، انا هقول للسويتش استخدم اليوزر نيم والباسورد اللي انا اديتهم لك فوق، وهقول لك ازاي تدي يوزر نيم وباسورد. لو انت عندك كذا نتورك ادمن، او انتوا كذا كذا نتورك انجينير في الشركه، بس كل واحد ليه صلاحيات معينه، في جونيور في سينيور في سوبرفايزر في تيم ليد، البريفليج بتاعتهم هتكون اللي بيعملوا الجونيور مش اللي بيعملوا السينيور مش هيعملوا الجونيور. الكونفيجريشن اللي يعملها المانجر ما يعملهاش السينيور، وهكذا. تمام، خلينا بس في حاله اللوجن، وهنقول له ايه اكزit مثلا. تعال اند الكلام ده، طلع بره، اكزit تاني. خلاص احنا عملنا الباسورد بتاعنا، دوس انتر، اكني وصلت كابل الكونسول. بيقول لك ايه؟ خلاص هات اليوزر نيم والباسورد، هات الباسورد بتاعك لو انت عاوز تخش عندي. قلت 1 2 3، دخل لي على الانيبل على اليوزر مود، وهنبدا نعمل الكونفيجريشن بتاعتنا. طيب افرض انت دلوقتي في سايت، او في الشركه مثلا قاعد، وفي سايت في اسوان في مشكله، بس في تكنيشن هناك، في فني معاك هناك في السايت اون سايت، بيقول لك يا هندسه دلوقتي احنا عاوزين نبنج على سويتش معين، وانا معايا كابل كونسول، ما تقول لي الباسورد. انت مش عارف تخش معاه اي ديسك، هو عاوز يبنج، هو صلاحياته محدوده، هو عاوز يبنج مثلا، فانت هتقول له الباسورد. قلت له يا عم خلاص الباسورد بتاعك 1 2 3، دخل هو على الانيبل عمل البنج بتاعه وتمام. انت قفلت معاه، راح كاتب كده انيبل، وراح قال لك طب بص، عرف له سطرين من على من على اليوتيوب ومن على النت، قال لك اريز ستارت اب مثلا. يا لهوي، مصيبه سودة. اريز ستارت اب كونفيجريشن دي هو هيبهدلك، هو هيمسح كل حاجه على السويتش، عشان انت بس قلت له الباسورد 1 2 3 بتاع الكونسول، ومش عامل باسورد للانيبل. فانت لازم تعمل باسورد للكونسول وباسورد للانيبل، حتى لو مفيش غيرك انت النتورك ادمن الوحيد اللي في الشركه، عشان انت ممكن تتحط في حاجه زي كده. طب نعمل بقى باسورد للانيبل ازاي؟ ولا اي حاجه، احنا عشان نعمل اي كونفيجريشن بنخش على الكونفيجر تاب. تمام، كونفيجر تاب. طيب هتقول له انيبل، عندك حاجتين، يا اما تقول له انيبل باسورد، يا اما تقول له انيبل سيكريت. طب انا دلوقتي مش عارف الفرق، او عايز اعرف الفرق ما بين الباسورد انيبل باسورد انيبل سيكريت. تعال نعمل الاثنين. انيبل باسورد 1 2 3، تمام. انيبل سيكريت عشان نعرف الفرق 1 2 3. انا اسف معلش، 1 2 3 4 مثلا، ما ينفعش تعمل الاثنين زي بعض. طيب تمام، ايه الفرق بقى؟ تعال نشوف كده، تعال نشوف راننج كونفيجريشن. بص بص، انيبل باسورد اللي احنا حطيناها طلعت بلين تكست، طلعت زي ما انت حطيتها 1 2 3. لكن ال 1 2 3 4 اللي احنا عملنا فيها انيبل سيكريت، تعمل لها هاشنج بالام دي 5، تعمل لها هاشنج. طب يا عم إيه المشكله يعني لما تبان كده؟ اقول لك انا ايه المشكله. افرض مثلا دلوقتي انت راجل دخلت اني ديسك مع التكنيشن، وروح وهو فاتح من على اللابتوب بتاعه وانت واصل عليه اني ديسك، او اي ريموت كونكشن تقدر توصل بيه، او انت قاعد في الشركه وحد قاعد وراك، ورحت انت كاتب شو رن، عايز اشوف الفيلان، عايز اشوف الهوست نيم، عايز اشوف اي حاجه، راح هو لمح دي، لمح الانيبل باسورد، خلاص انت كده رحت في داهيه. يبقى هو كده معاه الانيبل باسورد، يروح يشوف الفني اللي معاه الكونسول، الباسورد بتاع الكونسول، كده انت رحت في داهيه، كده كل حاجه في ايديهم. تمام، فاحنا بنعملها انيبل سيكريت احسن. طيب تعالى بقى نمسح الانيبل باسورد اللي احنا عملناها، معلش كون في تي اهو، عشان تلغي اي امر. احنا قلنا ايه؟ enable باسورد 1 2 3، اي امر ايا كان اكتب قبله نو، بس خلاص، اكتب قبله نو. طيب دلوقتي تعال نجرب اللي احنا عملناه. اكزit، اكزit تاني. ايوه يا هندسه، ايوه يا فلان، انا معايا كابل الكونسول يا هندسه. طب خش يلا واكتب اللي هقول لك عليه، لو انت عاوز تبنج ماشي، انا هبنج بس يا هندسه. طب اكتب 1 2 3،
دخل على الانيبل، عمل البنج، دخل على اليوزر مود، عمل البنج بتاعه، او شاف الفيرجن، انت مثلا عاوز تابديت الفيرجن فبتقول له اكتب شو فيرجن والاوتبوت ابعته لي. انت قفلت معاه، شاف كوماندين على الفيس، شاف كوماندين على اليوتيوب، راح كتب انيبل، انتر، هيقول له لا تعالى قول لي الباسورد بتاع الانيبل 1 2 3 4. صح كده؟ طيب مثلا انت مش فاكر انت كنت كاتب enable password ولا enable secret، ومش فاكر هل الباسورد بتاعتك اتعمل لها هاشنج ولا ما اتعمل لهاش هاشنج، ومش عاوز تشو فيرجن عشان في حد وراك، مش عايز تشو الرننج كونفيجريشن اقصد عشان في حد وراك، فانت لو عاملها enable password هتبان. طيب نعمل ايه؟ بص يا سيدي، تخش على الكونفيجر تيرمينال عندك، بص الامر ده سيرفيس باسورد انكريبشن. ايه سيرفيس باسورد انكريبشن؟ سيرفيس باسورد انكريبشن ده كوماند جميل قوي. ده بيعمل ايه؟ ده بيشفر اي باسورد اتكتبت قبل كده واي باسورد هتتكتب بعد كده. طيب تعال نعمل ايه يعني، تيست كده enable باسورد مثلا 3 2. تمام، وهنقول دو شو مثلا رن. ايه دو دي؟ بص، عشان تشو احنا لازم نخش على البريفليج مود ده، صح؟ طيب لو انت عاوز وانت على الكونفيجريشن مود تشو حاجه، اكتب قبلها دو شو رن انيبل باسورد اهي ظهرت. طيب لما نيجي نقول له بقى سيرفيس باسورد انكريبشن انتر، بص تو دو شو رن، بص بالام دي 7، اتعمل لها هاشنج بالام دي 7. شوف بص الفرق، ان هنا بانت وهنا ما بانتش. فاحنا الاحسن بنعمل ايه؟ حتى لو انت كتبت انيبل سيكرت، كتبت انيبل باسورد، تكتب الامر ده. انا جبت الكوماند ازاي؟ دوس سهم لفوق يجيب لك الكوماند اللي انت كتبته قبل كده. دي كيس 1. ايه الكيس 1؟ كيس 1 ان انت النتورك ادمن الوحيد اللي في الشركه، ومفيش غيرك مع البريفليج دي ان انت تخش على السويتش وانت الكونفيجر. في كيس تانية ان انتوا كذا نتورك ادمن، كذا نتورك انجينير في الشركه، بس كل واحد ليه صلاحيات معينه. ده اللي انا هبدا اشرحه في الفيديو الجاي ان شاء الله، ان انا اعمل لكل واحد بريفليج. اه هخليك تخش على الكونسول، اه هخليك تخش على على الانيبل مود، بس ما تشوفش الراننج كونفيجريشن، ما تقدرش تخش على الكونفيجر تيرمينال. فاحنا هنوقف الفيديو لحد هنا، 13 دقيقة كفاية قوي شرح في البيزك كونفيجريشن الكيس 1. وان شاء الله في الفيديو الجاي هبدأ اشرح الكيس التانية لو احنا كذا يوزر، وان انا اقدر ازاي اعمل يوزر 1 ويوزر 2، ونبدأ نعمل ده باسورد وده باسورد، ده يخش على النيبل مود، ده ما يخشش، ده يشور رن، ده ما يشوفش، ده يشوف فيلان، ده ما يشوفش، وهكذا. تمام، شكرا ليكم، وعايزكم بس دايما تفتكروا أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. شكرا.